تعمل ايه عشان تحمي نفسك من مرض السالمونيلا؟ السالمونيلا نوع من انواع التسمم الغذائي اللي بتسببه البكتيريا، وللاسف في حالات كتير بيؤدي للوفاه، وهي دي الخطوات اللي لازم نعملها عشان نقدر نحمي نفسنا من السالمونيلا. بلاش فكره اننا نغسل اللحوم والدواجن، لان ده بيسبب ان المكان كله بيكون ملوث، وصعب جدا انك تكتشف مدى التلوث ده وصل لفين. فمن الافضل لو انت مش قادر قوي ولازم تغسلهم، لازم تكون لابس جوانتي وتحطهم في طبق وتغسلهم، وتتاكد كويس ان الميه ما بتخرجش بره الطبق، وبعدها لازم تغسل المكان اللي كنت بتغسل فيه، ومن الافضل انه يكون بديتول مثلا، وكمان تغسل ايديك كويس جدا. تاني حاجة لازم نعملها اننا نطبخ الاكل بتاعنا كويس جدا، خصوصا اللحوم والدواجن، لان السالمونيلا حساسة للحرارة، والحرارة بتدمر البكتيريا اللي في الاكل. ولازم نغسل ايدينا قبل الاكل وبعد الاكل، ونغسل الخضروات والفواكه كويس جدا. لازم نتجنب اننا ناكل اي نوع من انواع اللحوم او منتجات اللحوم وهي نية، وده بيندرج تحته البيض الني واللبن اللي مش مبستر. تالت حاجة لازم تتجنب انك تبوس الحيوانات او انك تلعب معاهم بشكل مقرب جدا، زي الطيور او السحالي او السلاحف. لو عندك قطط وكلاب، هما في العادي ما بيمرضوش بمرض السالمونيلا، لكن من الممكن انهم يكونوا حاملين للمرض، وده هيظهر في اللعاب او الفضلات بتاعتهم، وعشان كده لازم تمنعهم من انهم ياكلوا اللحوم النية او المتعفنة. للاسف الاطفال اللي اقل من 5 سنين بيكونوا اكثر عرضه للاصابه بالسالمونيلا، وعشان كده لازم نخلي بالنا منهم كويس جدا ونحافظ على اكلهم بشكل صحي. لو ظهرت عليك اي عرض من اعراض السالمونيلا، واللي منها الغثيان والقيء والاسهال المستمر، لازم فورا تروح لدكتور وتطمن، عشان لو جهاز المناعه عندك مش قوي فلازم تاخد مضاد حيوي، ولازم الطبيب هو اللي يوصفه ليك بشكل خاص. يعني ما ينفعش انك تستخدم اي مضاد حيوي وخلاص، لازم الطبيب هو اللي يوصفه ليك، لان لو بكتيريا السالمونيلا وصلت لمجرى الدم ممكن انها تنتشر لاجزاء تانية من جسمك زي الكبد والكلى، وفي الوقت ده لو ما اتعالجتش بسرعه هتسبب للاسف الوفاه. وحتى من الممكن انها لو ما وصلتش للكبد والكلى، من الممكن انها تسبب الاصابه بالتهاب المفاصل وتهيج في العيون. وفي النهايه لازم نحافظ كويس جدا على نظافه مطبخنا بشكل مستمر، تجنبا لانتشار البكتيريا فيه. وفي الاخر في رعايه الله وحفظه، وربنا يعافيكم جميعا.